عايزة تعرفي كل أسراره؟ عايزة تعرفي ايه المعلقة السرية اللي بحطها عليه بتخلي طعمها مميز؟ ولا الدقة اللي بتخلي ريحته مفحفحة؟ تعالي وانا اقولك كل أسرار القرنبيط. بس قبل ما نتابع الوصفة، لو بتتابعيني على اليوتيوب ياريت تعملي لي سبسكرايب للقناة وتدوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو على الفيسبوك تعملي لي فولو للصفحة لو وصفاتي بتفيدك ولو لحاجة بسيطة. أول حاجة احنا بنسلق القرنبيط على مية باردة، بنحط معاها كمون وملح، طبعا بنكون شاطفينها بعد ما قطعناها زهرات كده صغيرة، كلنا شاطرين طبعا وبنعرف نسلق القرنبيط. تطلعي كده زهرة وتدوسي عليها، لو اتقطمت بسهولة معاكي تمام كده يبقى استوى وما بياخدش وقت كتير. كل اللي خده معايا تقريبا 20 دقيقة. ما تخليش القرنبيط يتهري في السلق لأنه لسه هيدخل مرحلة تانية من التسوية وهي القلي. في نفس الحلة دلقتها وزودت مية نضيفة وسبتها تغلي وحطيت عليها كمون وملح وسبت فيها شرايح بطاطس تتسلق، بس ما سبتهاش كتير علشان ما تتهريش. سر بقى ريحة القرنبيط الجميلة اللي ملوش ريحة بتنفر كده اللي يجي ياكل منه، وهنخلي ريحته قمر كده. تعالي معايا في هون، هاتي حبة توم وكمان معاهم فلفل اخضر، معلقة كمون كبيرة مهمة جدا مع القرنبيط، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة كبيرة كركم عشان ما ننساهوش، وكمان ملح وشطة لو انتي بتحبي الحاجة سبايسي. خضرة معانا هنا، نص ربطة بقدونس، لا، نص ربطة كزبرة ونص ربطة شبت، وفي ناس بتحب تحط بقدونس بس انا ما حطيتش بقدونس هنا معاها. البيض تقدري تحطي من بيضتين لحد 10 بيضات، انتي بقى واللي يريحك. طبعا الاكله دي زمان ما كانتش بتكلفنا حاجه، بس دلوقتي طبعا مع غلاء الاسعار ربنا يرزق الجميع يا رب. حطي على قد ما قدرتك واللي بتوفر عندك. هنا هنحط بقى الخلطة اللي احنا عملناها بتاعة التوم، حلوة جدا وبتدي ريحة فظيعة للقرنبيط، بتخلي ريحته مفحفحة حرفيا. هنزود معانا كوبايتين مية، وهنحط بقى السر اللي بيخلي لون القرنبيط وطعمه حلوين قوي، وهو معلقتين كبار لبن بودر. في ناس كانت بتحب تعجن القرنبيط اصلا العجينة بتاعته بلبن، بس طبعا التكلفة هتبقى غالية جدا، فاللبن البودر هيغني عن الموضوع دوت، وهيخلي الطعم جميل واللون فاتح، وبجد بيفرق جدا. هنقلب كويس جدا وهنبتدي ان احنا نحط دقيق. انا هنا حطيت معايا نص كيلو دقيق، نزلته بالتدريج واحده واحده، وبقيت ان انا اقلبه، يعني احط معلقتين معلقتين واقلب كويس عشان خاطر العجينه ما تكلكعش مني، وعشان ما يبقاش فيها كتل كده وتبقى ايه، رايقه كده وجميله بكل الدقيق دايب. دوقي طبعا الخليط بتاعك، معلش يعني اعتبريه سوشي مش مشكله، بيض ني مش مهم بيض ني سمك ني ما فرقش. لقيتها دلع شويه فقمت مزوداها كمان حبه ملح عشان خاطر الكفر بتاع القرنبيط لو هو مش مالح او ملحه مش مظبوط، هتضطري بقى انك ترشي ملح من بره والكلام دوت، فعلى ايه، فظبطي ملحك من الاول. القوام المظبوط انك تعملي كده شرطة كده في المعلقة تلاقي الخطين مش بيتقابلوا مع بعض. البطاطس سبت نصها شرايح زي ما هو، والنص التاني كورته عشان اعمله كور للولاد بيحبوه كده احسن. هنكون بقى معانا زيت يكون نضيف اول قلية. هنستنى كده لحد، بصوا لازم نعمل له اختبار كده عشان لازم القرنبيط ينزل فيه كده ايه، يقوم نافش كده علشان خاطر ما يشربش زيت. هنبتدي ان احنا ننزل بالزهرات بتاعة القرنبيط كده واحدة واحدة اهو، وما ندهولش ايدينا وما نلغوص الدنيا وايه، وناخد بالنا واحنا شغالين. ما تقلقوش خالص من الفتافيت اللي بتطلع ديت، او ان الحاجات اللي بتظهر ديت، لا، الحاجات دي كلها هتبقى كريسبي دلوقتي وهيبقى شكلها حلو جدا كأنها زي قطع كنتاكي بالظبط. ما تحاولوش تزحموا الطاسة قوي علشان خاطر ياخد راحته ويستوي كويس وما يلزقش في بعضه. ما تحركوش القرنبيط كتير، يعني بصوا اهوت، انا اللي بيتحرك معايا وبيتقلب بحركه، اللي مش راضي يتحرك بسيبه لحد ما اجي اقلبه تاني والاقيه بيطلع لوحده. بشيل طبعا الفتافيت اللي بتظهر ديت الكتير دي على جنب، عشان دي لو اتحرقت انسي الزيت بتاعك بقى وهيبقى ليها ريحة مش حلوة، والزيت هيغمق منك والباقي هيغمق. بصوا بسيبها براحتها خالص لحد ما احس ان هي خلاص سابت الصينية وبتتقلب عادي جدا. هي دي اول طاسة بس اللي بيحصل فيها الحركة دي، بعد كده الطاسات اللي بعد كده بتلاقوا مفيش حاجة بتلزق او اي حاجة، لان خلاص الزيت بيبقى سخن قوي. وتخلي بالك وايدك تبقى فيها على طول علشان خاطر لونه ما يغمقش منك. اهو اهم حاجة، بصوا الفتافيت دي تتشال على طول علشان خاطر الزيت بتاعك ما يتحرقش بسرعة. هو هنا يبان لكم ان انا بقلب كتير، بس لا، انا كنت بستنى لحد ما يعني
لون كده وبعد كده اقوم قلباها حسب بقى ما انت ما بتحبيه بقى، لونه يكون محمر او لونه يكون مصفر كده. انا بحب ان انا اطلعه يكون متحمر كده وجميل. هطلع بقى اول طاسة وهنضف معايا الطاسة كويس جدا قبل ما ابتدي ان انا انزل الطاسة التانية. الطاسة التانية مهم جدا انك تاخدي بالك منها لان هي بتلون بسرعة. خلاص كده احنا كنا عملنا كمية القرنبيط اللي معانا كلها. هننزل بعد كده بالبطاطس اللي احنا كنا سلقينها وسايبينها شرايح زي ما هي. بصوا الموضوع سهل جدا، شغالة بشوكة شغالة بإيدك، الموضوع سهل جدا طالما العجينة بتاعتك مظبوطة يبقى هي هتدي الكفر المظبوط للحاجة اللي انت بتحطيها فيها. خلاص حمرنا البطاطس هنطلعها وهنكمل بقى بقية الكمية بتاعت البطاطس كلها. طبعا ما تنسيش وانت واقفة بتقلي تاكلي نص القرنبيط زي حالاتي. البطاطس اللي احنا كورناها ما حطيناش عليها اي اضافات، لا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، هي بس مجرد بطاطس مسلوقه بملح وكمون وكورنا هرسناها وكورناها. هننزلها في العجينه وبرده ننزلها على طول في الزيت السخن وايه وناخد بالنا منها كده ونقلبها على طول. الاطفال بيحبوها جدا وتنفع حتى لو انتي مش عامله قرنبيط، يعني جميله وحطيتي جنبها شويه كاتشب مايونيز بتبقى حلوه قوي. عملنا طبعا السلطة الخضراء ما ينفعش اليوم يعدي من غيرها، وطبعا الزيتون المتين بتاعنا، ونعمل بقى أحلى سندوتش فيك يا مجر. حبة قرنبيط على حتة بطاطساية كده ومعاهم حبة سلطة ونديها بقى للصبح. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، لو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اعملوا لي فولو. وسلام.